رضا عبد العال بيمارس هوايته المفضلة ضد إمام عاشور وحسام حسن. انت جاي تاكل عيش يا حسام يا حسن وضيعت هيبة المنتخب. تعال نسمع هو قال ايه وبعدين هنرجع نرد عليه رد ناري بعد الكلام اللي قاله ده. اسمع معاه كده. ما فيهوش حد بيقف على الكوره خالص. فنزلت امام اللي المفروض انا من وجهه نظري كان يتعاقب وما يسافرش ويتوقع عليه عقوبه هنا بعد اللي حصل منه الماتش اللي فات، ولكن خوفه من جماهير النادي الاهلي فخده وطلعوا هم برروا كذا سواء هو ولا اخوه ان لا ده عنده الحس بالضمه، وفي ناس تقول لك الاماميه وفي ناس تقول لك الخلفيه. لا، هو مش قصده ان هو ما يسلمش علينا. هيبه المنتخب راحت، انا بكلمكم بجد. وبعد كده اي حد اي لعيب ممكن يعمل اي حاجه وهيقبلوها وهم شكلهم خلاص هم جايين ياكلوا عيش صراحه يعني. لان المفروض ان مش حسام ابراهيم اللي احنا عارفينه يحصل موقف زي ده الماتش اللي فات وتاخدوا تصفروا وانتوا انتوا اللي بتطلعوا المبررات، مع العلم ان انت لو خدت موقف وقلت مش هيسافر وهيتخصم منه، والله كله جماهير الاهلي قبل اي جماهير تقف وتأيد القرار وتقول لك صح، لا يصح الا الصحيح، لان دي القيم والمبادئ. ولكن انتوا خايفين. سيبك من دي اللي انت كنت بتقول لا انا عندي 20 لاعب وراجل هو اللي النهارده اللي نقصك صلاح، اللي نقصك النهارده من المقصله. تعادلنا والحمد لله التعادل احسن من الخساره، ولكن صلاح اهو ادي قيمه صلاح اللي انت يعني حاطط راسك براسه. ما اعرفش ليه هتقول لي الخلافات وما اعرفش ايه، لو ما فيش خلافات والكلام اللي بتضحكوا على بعض وعلى الناس. انت كنت عايز تغيره النهارده عشان تدي ايحاء للجماهير ان انا لما بيبقى وحش هغيره، بس هو طبعا مرضيش وموافقش وخلاك شكلك وحش قدام مصر كلها. لان ده ما تغيروش حتى لو هو عضمه في قفه، ما يتغيرش الا لما اصابه هو اللي يطلبها زي بتاعه الافريقيه. ورغم كده جايب لك جول وهو اللي خلى شكلك حلو، واخد بال حضرتك؟ وضيع واحده، هنقول ضيع واحده اللي هي اتشاطت دي وعليت. مفيش حد في الفرقه كلها راح على الجون الا هو. بص يا ابو الصحاب، انا عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتشيره في كل مكان. اللايك ده ليا انا عشان خاطر الفيديو ده يروح لناس كلها. طبعا الكلام اللي الكابتن رضا عبد العال بيقوله ده كلام مش منطقي. ليه بقى؟ الكابتن رضا عبد العال يا اما بينافق نفسه، يا اما هو مستقصد امام عاشور، يا اما هو بيطبل لمحمد صلاح، يا اما هو بيطبل لحد معين. ليه بقى؟ لان امام عاشور انا قعدت ادور على فيديوهات. يا جماعه هو فين الفيديو اللي انا يعني شفت فيه ان امام عاشور ما بيسلمش على حسام حسن؟ الراجل طالع من جنبه وحط ايده على بطنه. ايه بقى؟ فين بقى اللي ما سلمش على حسام حسن؟ طبيعي واحد خارج من الملعب بيبقى زعلان ان هو خارج من الملعب، ما اداش اللي عليه عشان كده خارج من الملعب، يعني ما عملش المطلوب منه من المدرب اللي هو طلبه منه، طلع من الملعب زعلان. ايه فيها يعني؟ انت عايز واحد خارج من الملعب يطلع يرقص مثلا ولا ايه؟ اي لعيب في الملعب؟ ولا انت ما كنتش لاعب ولا ايه بالظبط؟ ولا انت كنت بتطلع من الملعب ترقص ولا ايه؟ انا مش فاهم. قصة بقى محمد صلاح وانك بتتكلم ان محمد صلاح النهارده هو اللي انقذ حسام حسن. اي نعم، محمد صلاح سجل هدف لكن ضيع برضك هدف. هتقول لي مش عارف ايه، هقول لك زيزو كانت مفتوحه له زاويه، لو كان بصاله كان في الوقت الضايع كان هيجيبها جول. لكن محمد صلاح النهارده انا من وجهة نظري لو كان اتك على نفسه شوية وما تعجرفش على الكورة وحس ان هو مناخيره عالية علينا احنا كمنتخب مصر، كان يقدر يجيب 2 و3. لان مش دي الفرقة اصلا اللي تقف ند بند مع منتخب مصر. احنا اقوى من كده. كابتن حسام حسن اي نعم انا لسه مش شايف حلول فنية، مش شايف حلول تكتيكية، مش شايف طريقة مقنعة في الملعب عشان خاطر نقدر نكسب بيها المباريات دي. وحاسس ان في حالة من اللي هي ايه، انت بتقول خايف، ما انت بتقول هو خايف. هو خايف فعلا. اجواء اول مرة يتحط فيها افريقيا، البطولات فيها او المباريات فيها بتكون صعبة. كابتن حسام حسن مفيش اداء فني مرضي لحد دلوقتي. احنا بنقول لك حاول تطور، حاول يكون عندك درجة استيعاب اقوى. احنا دلوقتي مفيش درجة تكتيكية تخلينا نقتنع بالاداء الفني يا كابتن حسام. اما الكابتن رضا عبد العال فما تسمعلوش،
ما تسمعش للصفحات بتاعت الزملكاويه لانهم محروقين من امام عاشور. ما تسمعش لرضا عبد العال، نفض له، ارمي له ورا ظهرك وركز مع المنتخب وخليك في شغلك فقط. احنا هنا هندافع عن كل الناس بما يرضي الله، هندافع عن الناس بما يرضي الله. شكرا لكل الناس.